السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة البساطة مع حنان. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد الخبيزات اللي كيجيو زوينين ولذاذ وكيكونوا الصراحة بزاف في البرد. كيعجبوني انا في البرد نصاوبهم في البرد، اللي هما خبز الشحمة والخضرة اللي بزاف المغاربة كيديروهم هكا في البرد، اقتصاديين وتيجيو لذاذ في نفس الوقت. ان شاء الله نشارك معكم الطريقة ديالي وتنال اعجابكم. إذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسونيش من واحد لايك، الله يجازيكم بالخير، وشي كومنتير زوين ومحفز فضلا وليس امرا. واللي يعجبو محتوى القناه يشترك في القناه فضلا وليس امرا. وكنبغي نشكر الناس القدام اللي مسانديني بشحال هذا، شكرا لكم بزاف على التشجيعات ديالكم وبارك الله فيكم. والله يخطيكم عليا، شكرا بزاف. وهنايا العجينه راه عندي دقيق الفورس كيكون غالب على دقيق الفينو، كنديروا القياس اللي بغينا والخميره والملحه وكنبقى نعجن بالماء. هادشي اللي عندنا في العجينه. راه كاع الناس يعرفوا الخبز ديال الشحمه وكل شيء كيديروا تقريبا، يعني راه بغيت نشارك معكم طريقتي وصافي. اما راه كل شيء كيعرف يدير هذا الخبز ديال الشحمه، المغاربه تبارك الله راه كل شيء تيديروه في البرد بزاف، بصراحه كيجي زوين ولذيذ. المهم كنبقى نزيد هنايا في الماء وكنبقى نعجن بيد وحده، كنعجن بيد وحده باش ما تجخلطش ليا اليد الاخرى حتى هي تعمر بالعجينه وما نلقاش كيفاش نبقى نزيد الماء. المهم كنبقى نعجن بيد وحده ماشي مشكل، كنبقى نخلط وكنزيد في الماء. المهم هذه هي الطريقه ديالي انايا، كله طريقته كله كيفاش يعجن الخبز ديالو. المهم انا شاركت معكم طريقتي وكنتمنى تعجبكم ان شاء الله. كنبقى نزيد الماء هنايا وكنبقى نعجن حتى كتولي العجينه مطلوقه نيت، يعني مطلوقه بزاف، ماشي بحال الخبز العادي ولا المسمن ولا. المهم كتكون مطلوقه شويه ماشي شويه بزاف نيت. المهم كنبقى نعجن هكا وتنزيد في الماء حتى كنحصل على القوام اللي بغيت وصافي. هادشي اللي كاين. كنعجن بيد وحده حيت راه ما يمكنش نعجن بجوج اليدين حيت كتلصق العجينه كيف كتشوفوا. كنبقى ندلكها مزيان، كتبغي تخلط يعني تخلط مزيان حتى كتشرب داك الماء كامل اللي فيها وكنخليها ترتاح. المهم هذا هو القوام اللي بغيت انايا. صافي كندهنها بشويه الزيت وكنخليها كترتاح وكتخمر شويه حتى كنوجد الحشوه. الحشوه راه هنايا شويه خيزو محكوك، شويه القرعه خضراء وبصله حريف مقطعه وشويه ديال القزبر والشحمه محكوكه من طبيعه الحال. وصافي كنخلط كلشي، والعطريه راه شويه التحميره وشويه الكمون وشويه الملحه وشويه الخرقوم وشويه ديال الهريسه. اللي كيبغي الحار راه كيدير القياس اللي بغا، وشويه الشحمه هكا محكوكه انا حكيتها، وكاين اللي كيقطعها رقيقه. والحار راه الا كثرتو الحار كيكون حسن، والمهم على حساب الذوق ديال كل واحد وصافي. كنشد هاد المكونات وكنبقى نخلطهم مزيان هكا كنمعكم بيديا وكنخلط. الا كان كنزيد شويه هنايا الزيت، زيت الزيتون، وكنبقى ندير. الا كان الخضره فيها الماء كتصفيوها في شي صفايه، ما كانش فيها الماء كتخدموا بها عادي. هذه هي العجينه ديالي. كندهن يديا بالزيت، ضروري من الزيت حيت كتلصق بزاف. صافي وكنبقى ندير كويرات القياس اللي بغيت. انا كنديرهم هكا قديت هكا وانتم والقياس اللي بغيتو. ومن الاحسن يكونوا صغار حيت هاد العجينه كتكون مطلوقه بزاف راه تقدر تغلبكم الا درتو هكا خبز كبير ولا يقدر المهم صغار كيكون حسن. انا كنديرهم صغار ولا تنديرهم انا صغر من هكا شي مرات، وكندير كميه كبيره وكتبقى المهم كيكونوا حسن. صافي وكنبقى نعمرهم. راه كلشي تيصاوب الخبز، راه غير شاركت معكم طريقتي صافي. كنتمنى ان شاء الله الطريقه ديالي تعجبكم. صافي هكا وتنجمع العجينه ديالي وكنبقى دابا كنخدم 3 كنديرهم يطيبوا و3 كيرتاحوا. صافي ما نزيدوش نعمرو كتر حيت ها هي الا زدنا عمرنا كتر كتطلق بزاف، ولا طلقات راه تقدر تحل وتخرج ديك الخضره اللي فيها. كنعمر انا 3 كنحطهم كيرتاحوا وكنعمر 3 اخرين وكنطيب حيت انا كنطيب 3 ب3.
نتوما غادي ديروا القيس اللي بغيتو طيبوا، تتعمروا القيس اللي غطيبوا، كتخليو مثلا كطيبوا وحده وكتخليو وحده كترتاح حداكم، والعجينه الاخرى راها في القصريه كترتاح. ما تعمروش كلشي في دقه وحده باش ما يطلقوش بزاف وتخرج ديك الخضره. كنتمنى ان شاء الله تفهموني وتبارك الله راكم فاهمين وكم عارفين تبارك الله كلشي كيعرف ما شاء الله. اليوم حتى شي واحد ما بقى زعما ما كيعرفش، غير المهم للتذكير وصافي. صافي انا كنعمر 3 وكنبقى نطيب 3 ب3 حيت راه صغار راه ماشي كبار، كيجيو لذاذ بزاف وكيجيو زوينين واقتصاديين. في البرد راه زعما ضروري منهم في الصراحه انا بعدا ضروري منهم مع كويس ديال اتاي سخون. يا سلام، كنتمنى ان شاء الله يعجبوكم وتجربوا هاد الطريقه ديالي وتعجبكم. وهنايا في المقله راه كنسخن المقله وكنكمل هذا كنكمل نقرصها هكا مزيان في المقله، يعني كنكملها في المقله وصافي. راكم عارفين راه تبارك الله كلشي كيعرف. صافي وكنبقى هكا حتى كنكمل هذاك الكميه كامله ديال الخبز وصافي. وهذا هو الخبيزات اللي كندير انايا وشاركت معكم طريقتي، وكنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. ما تنسونيش من واحد اللايك الله يجازيكم بخير وشي تعليق زوين فضلا وليس امرا. واللي عجبو المحتوى كيف قلت لكم شاركوا عندي في القناه. مرحبا بكم والف مرحبا. والناس القدام بارك الله فيكم وشكرا بزاف على التشجيعات ديالكم. كل مره كنحط شي فيديو كيجيوني تعليقات من عندكم وراني عاقله على الناس كاملين اللي كيصيفطوا ليا وكيعاودوا ما شاء الله عليهم. الله يجازيكم بخير وشكرا للجميع. صافي كنبقى هنايا كنطيبهم، راه كلشي كيطيب تبارك الله راكم عارفين الصراحه كيجيو زوينين. جربوهم ان شاء الله، علاش لا، اكيد راه كيجيو زوينين وراه تبارك الله كلشي تيجربهم تقريبا. هادشي اللي كاين. كنتمنى الفيديو اليوم يعجبكم والله يجازيكم بخير. ما تنسونيش من واحد اللايك. مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله. الى اللقاء.